صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس الثالث من دفاع الكاروكان اللي بيبدأ بقى زي ما احنا عارفين بالإي 4 من خصمك. تلعب انت السي 6، عايز تلعب الدي 5، يلعب هو الدي 4 وحضرتك تلعب الدي 5. هيطور النايت بتاعه للسي 3 عشان لما حضرتك ياكل هو بالنايت. وهنا دخلنا في تفريع اسمه المين لاين أي الخط الرئيسي. طيب هطور البيشوب بتاعي للاف 5 وكده انا اخترت تفريع اسمه الكلاسيكي. ضاغط على النايت. هتحميه ازاي؟ يقول لي بسيطه، سحبته ومهدد النايت بتاع البيشوب بتاع حضرتك. اسحب البيشوب، يلعب هو الاتش 4. لو انا ما خدتش بالي هيحبس البيشوب، وكل سنه وانت طيب الدور راح. طب انا هعمل ايه؟ مش هطور النايت دلوقتي، هصبر شويه. هلعب الاول الاتش 6، يطور هو النايت بتاعه، انا اطور النايت بتاعي، ولما يزيح على البيشوب سحبته بمنتهى الهدوء، مفيش ادنى مشكله. الراجل في هذا الشكل عايز يبيت طويل، عايز يبيت في جناح الوزير. البيشوب بتاعك دوت اللي ماسك المربعات البيضاء مش مريح. يطور البيشوب بتاعه ويخلص منه. طبعا انا مجبر ان اكل، لان لو سبته وكلت بالرخ خسرت حق التبيت قصير اللي انا كنت عايز اعمله. ياكل بوزيره. العب انا على طول الاي 6 وبفتح للبيشوب بتاعي. البيشوب بتاعه بيطوره وعايز يبيت طويل. اطور النايت بتاعي، هو يبيت طويل فعلا. اطور البيشوب، يلعب هو البي 1 وانا ابيت قصير. ينزل بالنايت بتاعه، انا ما عنديش وقت اضيعه، هاكل على طول. ياكل بالوزير. النايت بتاعي احطه في مكان افضل، مهدد وزيره يرجع. اطور وزيري، ينزل بالنايت بتاعه بهذا الشكل. وانا اعمل ايه؟ اطلع بالوزير بتاعي، اعمل فورك للبيدق بتاع الدي عنده، واعمل فورك للوزير بتاعه. يضطر يكسر. انا اكل بالنايت، مهدد البيشوب يرجع. الرخ بتاعتي تيجي في العمود النص مفتوح. يخش النايت انكرش يا عم. يطور البيشوب بتاعه وبيدعم البيدق اكتر. الرخ بتاع التانية بدور لها على مكان افضل. يلعب هو السي 4. الرخ بتاعتي بحاول لسه ادورها على مربع افضل. ياخد مساحة في جناح الملك. هكسر، هو يسحب النايت. العب انا البي 5، عايز افتح، هو يقفل، وكده قافل على البيشوب بتاعي. النايت بتاعي ببحثله على مربع افضل. اخد مساحة في جناح الوزير. يستمر التفريع، وتفريع لطيف جدا. ولو فتحنا الانجن الوضع شبه تعادلي او 2/10 تفوق له، ولا اي حاجه خالص، ومفيش ادنى مشكله خالص. بقول لك هتحط النايت هنا وهدد البيشوب، يطلع البيشوب كده. الدنيا جميله. وكان هذا التفريع الرئيسي، ويمكن ان تحتفظ بيه وتبقى عرفت ازاي بتلعب فيه. الوضع تعادلي، الوضع جميل. انا عن نفسي بالنسبه لي هذا الشكل مريح ولطيف جدا. مواطن اخر يقول لك لا الكلام ده مش عاجبني. اقول له بسيطه، تعالى خد حل اخر ما دام هذا الحل مش عاجبك. ارجع من البدايه، عيد نقلاتنا تاني. حضرته بيطور النايت، انا بياكل بالنايت. شفنا احنا البيشوب اف 5 التفريع الرئيسي. تعال نشوف حاجة تانية، الا وهو هذا النايت. تقول لي ما هو هياكل ايه يعني؟ هاكل بهذا البيضة ده اضعاف؟ لا اضعاف ولا حاجة، ده زي الفل. تارت كاور فاريشن ده محترم جدا. هتبيت قصير. البيضة او البيضين المجوزين دولت بيوفروا حماية جيدة للملك، ما عندكش اي مشكلة. المفروض يلعب السي 3، دي النقلة الصح اللي هنغطيها. ولكن لو هو راجل بريء حساس ولعب النايت اف 3 بينتشر بشكل طبيعي، يبقى ساعتها هنا انت ممكن تضغط عليه شويه وتبهدله شويه. البيشوب بتاعك تطوره بهذا الشكل، باصص على جناح الملك عنده. يطور البيشوب بتاعه، عايز يبيت، حضرتك تبيت، هو يبيت. الرخ تيجي في العمود المفتوح. يلعب هو على طول ال H3. اطور النايت بتاعي. والنايت بتاعي ده مش بطوره بس للدي 7 عشان خاطر ده المربع المتاح، لا ده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اوديه للاف 8. بقى بيدعم البدء بتاع الاتش من ناحية، ومن ناحية تانية هنطوره بعد كده عندما تحين الفرصة للجي 6. ومن الجي 6 ممكن يروح في ثانية واحدة في جناح الملك عنده. طيب الكوين ورا البيشوب عاملين بطارية مهدين البدء. تقول لي ولا يهمني، ما النايت بتاعي بيحمي بقى، بيحمي بدء الاتش. اطور البيشوب بتاعي بوصل الخاخ ببعضها. يطور هو البيشوب بتاعه بنفس الكلام. اجيب وزيري ورا البيشوب، وعندي تهديد بتضحية البيشوب. يقول لي هجيب الرخ بتاعي في العمود المفتوح، اشارك الرخ بتاعتك عليه، وانا عندي هذه التضحية. لما ياكل انزل بوزيري. طبعا الملك بتاعه بقى في الهواء، بقى ضعيف جدا.
وعندي ضغط على النايت بتاعه. لو فكر يحمي بهذا الشكل هيفقد قطعة يعني. هنزل اديله هذه الكش، بعدين زحنا الوضع باظ خلاص. هتفقد ايه بقى؟ تفقد البيشوب. لو البيشوب مشي فقدت النايت، ولو سبت البيشوب فقدته. فطبعا كده يبقى الموضوع باظ خالص منه. امال المفروض يحمي بايه؟ لا حضرتك مش هتحمي بالبيشوب، تحمي بالرخ. وانا ادي هذه الكش، ارجع اكشك كده، اكل سيادتك تاكل كش تاني، تفتح الانجن الوضع تعادلي وزي الفل. تمام. هذا في حالة ان كان الرجل بريء حساس ولعب هذه اللعبة. طب هو لو كان بصراحة شاطر شوية مش هيلعب بقى دي خالص. بعد ما انا باكل، معلش نرجع شوية في النقلات بتاعتنا، نرجع اكتر، نرجع كمان بضع نقلات. بعد ما انا اكل اشوف حتى دي اللعبة اللي بيوصي بيها الانجن انه يلعب السي 3. طب وبعدين بطور البيشوب بتاعي، يطور هو كمان البيشوب بتاعه، انا ابيت يجيب وزيره ورا البيشوب ضغط على البيدق عندي، ادي الاول هذه الكش يغطي بالنايت، ازيح البيدق اللي كان متهدد، هو يبيت ازيح البيدق بتاعي كمان. يضطر بقى الراجل الجميل دوت يلعب اتش 3 عشان يوقف زحف البيدق بتاعي. لو زحته بعد كده هيعمل له مشاكل جامده. اطور النايت بتاعي بالبيشوب بتاعه يطوره. النايت بتاعي بيكمل في المناورة بتاعته اللي خدناها في التفريع من شوية. الرخ بتاعته تروح لعمود أكثر نشاطا. أطور البيشوب بتاعي وعايز أعمل ممكن البطارية بتاعتي، بس يجيب الرخ بتاعته في العمود المفتوح يشارك الرخ بتاعتي عليه. أطور النايت، أزرع النايت بتاعي في المعسكر بتاعه، والنايت بتاعي في مكان مهم جدا. هو يعمل إيه في هذه اللحظة؟ بادئ زي بادئ يديني هذه الكشف. مش هنا يا عم، يزيح على النايت بتاعي، يزيح على البيشوب. سحبنا البيشوب يا سيدي، وبعدين ياكل هذا النايت اللي كان في مكان مهم جدا، اللي كان اقوى بكتير من البيشوب بتاعه، وانا هاخد هذا البيشوب. هو بقى يقول لي مش هسيب لك امتياز الفيلين، هات لي فيل منهم. الدنيا جميله خالص، ما عندكش ادنى مشكله، ومن هنا تستطيع ان تلعب شطرنج بمنتهى السعاده. لو فتحنا الانجن في هذه اللحظه، هذا التفريع بيديله تفوق في 3/10 يعني. بص، الاريح لك، انت مش مجبر على فعل اي شيء يعني. التفريع اللي مريح ليك اكتر، اديك فهمت التفريع ده ايه افكاره والتفريع ده ايه افكاره. بس انت لو بتلعب مع لاعب مخضرم، انا متهيألي المين لاين اسهل، ولكن انها اذواق شخصيه. اتمنى تكون استفدت واستمتعت بهذا التفريع. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله، واشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.